مرحبا معكم بالبيس بقناة أبو البيس الخبر. نعلم أن إيلون ماسك هو الصديق الصدوق لترامب، ويريد إيلون ماسك إنشاء مشروع ضخم للغاية داخل الصحراء المغربية. هذا المشروع هو مشروع الإنترنت الفضائي. الصحف الأمريكية تحدثت كثيرا عن رغبة إيلون ماسك بتنفيذ هذا المشروع بصحراءنا المغربية، لكن على ما يبدو المرادية بدأوا يتهجمون على إيلون ماسك مطالبين إياه بأن يقوم بزيارة لصحراء الجزائر وللمدن الجزائرية. ما هذه الدعوة العجيبة التي تأتي من الجزائر اليوم؟ أساسا الجزائر مصنفة ضمن الدول الأوروبية على أنه ليس بها لا أمن ولا أمان ولا سلم ولا سلام، طالما أنها تحتضن الجماعات الانفصالية الإرهابية ألا وهي البوليسارو. بعد أن قصفوا السمارة والمحبس، أمريكا فعليا تريد تصنيفها تحت الجماعات الإرهابية. إذن الصحافة الجزائرية تتوجس من مشروع إيلون ماسك، لأن إيلون ماسك عندما يأتي إلى الصحراء المغربية ويعلن مشروعه سوف يجر وراءه رؤساء أموال وشركات كبرى تستثمر بمدننا المغربية. وبما أن الإعلام الجزائري يتهجم على إيلون ماسك، الأمر لم يكتفي هنا، بل أيضا قاموا بالتهجم على سفير أمريكا الجديد الذي عينه ترامب داخل المملكة المغربية. ولعل الصدفة أيضا سفير أمريكا الجديد بالمغرب هو الصديق الصدوق لترامب، وعليه أن الجزائر يزعجها ترابط العلاقات المغربية الأمريكية، وهذا الأمر يثير الاستغراب. لماذا تنزعجون من هذه العلاقات إن كان المغرب هو الذي اعترف بأمريكا؟ ولولا المغرب لما كانت اليوم أقوى دولة بالعالم هي أمريكا. أكدت مصادر مطلعة من جديد عن معلومات جديدة وحصرية عن السفير الأمريكي الذي عينه ترامب بالمملكة المغربية. من الجميل أن نرى الصحف الأمريكية تعطينا معلومات جديدة بالتقسيط عن هذا السفير، وهذا ما يدل على أن أمريكا تريد تحميسنا لما سوف يقدمه هذا السفير الأمريكي بالمملكة المغربية. أتعلمون أن السفير الأمريكي الجديد بالمغرب يسير على خطى جده السفير السابق لواشنطن بالرباط بين عامي 1979 و 1981، وهذا يعني جد السفير الأمريكي الجديد الذي عينه ترامب كان بالمملكة المغربية، وكانت علاقات المغرب وأمريكا بعهده بأفضل الأحوال، حتى أنه لطالما كان يتحدث عن كرم المغاربة وعن حسن الاستقبال والضيافة، حتى أنه أيضا اشترى منزل داخل المملكة المغربية وكان دائما يتردد على المملكة المغربية. هنا الحديث عن جد السفير الأمريكي الجديد الذي عينه ترامب. شاهدوا ترامب كم هو شخص دبلوماسي، زد على ذلك استثماري بما يخص المشاريع. إيلون ماسك بالصحراء صديق ترامب، وصديق ترامب أيضا سفير لأمريكا بالمملكة المغربية. إذن تعيين هذا السفير هو امتداد للعلاقات الوثيقة بين المغرب وأمريكا، والتي تعززت عبر محطات تاريخية مهمة، بدءا من اعتراف المغرب المبكر باستقلال أمريكا عام 1777، وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية الراهنة بين البلدين بمجالات الدفاع والتجارة والأمن. فهمتم الآن لماذا الجزائر تتهجم على سفير أمريكا الجديد بالرباط؟ لأنها تتخوف مما بعد تعيين هذا السفير، وتتخوف من ازدياد العلاقات المغربية الأمريكية بأفضل الأحوال. قد يخطر على بال البعض الآن ما الذي سوف تفعله الجزائر من أجل كسب بعض الأضواء والتشويش على العلاقات المغربية الأمريكية؟ الجزائر فعلت ما لم يخطر على البال. الجزائر هذه المرة لم تقدم أموال الغاز والبترول، تابون هذه المرة قدم الجزائر بأكملها لترامب. تابون وشنقريحة يكلفان بوقادوم لعرض المعادن والموارد الطبيعية للجزائر مجانا على إدارة ترامب. يسارع النظام الجزائري لإقناع إدارة ترامب
واستباق أي قرار جديد من ساكن البيت الأبيض الجديد يخص العلاقات المغاربية، خاصة بعد إفراج واشنطن على الدفعة الأولى من مروحيات الأباتشي للمغرب. النظام الجزائري اليوم يعرض موارد الجزائر المعدنية وموارد طبيعية مجانا على أمريكا. كلف تبون لذلك العرض صبري بوقادوم من أجل أن يتحدث باسم الجزائر ويخبر أمريكا رغبة الجزائر بأنها تريد أن تضع أمريكا هي المستفيدة الأولى من الموارد الطبيعية والمعادن. كيف؟ تحت شعار شراكة وهمية. النظام الجزائري لا يأبه بالشعب الجزائري الذي يعي الجوع والفقر، لكنه بالمقابل مستعد لمنح موارد البلاد وعرضها مجانا على إدارة ترامب، فقط لتليين مواقف ترامب ضد الجزائر ومحاولة إقناع ترامب بأن يعيد الاعتراف بمغربية الصحراء، أي يسحب هذا الاعتراف. الجزائر على ما يبدو أحلامها تفوق الخيال، وما تفعله الآن إنما هو يكبدها خسائر ليس إلا. الجزائر تضع على طاولة المساومات موارد وخيرات البلاد، وأسفا بدلا من استثمار هذه الموارد بتحسين وضعية الشعب الجزائري، يبدو أن النظام الجزائري يستخدمها كورقة مساهمة لمن؟ لدعم البوليساريو الانفصالية. فبالنهاية ما الذي تريده الجزائر؟ تريد رؤية الانفصال وتريد تقسيم المملكة المغربية. صبري بوقادوم تحدث باسم تابون وشنق ريحة وعرض الجزائر بالمزاد العلني. ما نقوله الآن للأسف يتم تداوله عبر الصحافة الأمريكية كما نرى أمامنا بالصورة. لماذا نقول للأسف؟ بحين أن صبري بوقادوم يعرض خيرات البلاد مجانا، الشعب الجزائري يجلس على الطوابير ينتظر قنينة الحليب وقنينة الزيت والموارد الغذائية، أبسط موارد الغذائية. دعونا نقف قليلا الآن عند هذا الخبر. ليلة الأمس سمعنا أن قيس سعيد يريد عرض خيرات تونس لإيران، والجزائر تريد عرض خيرات البلاد لأمريكا. ما الذي يحدث الآن إذن؟ فقط من أجل ذاك الكرسي الذي يجلس عليه قيس سعيد وتبون يريدون إعطاء خيرات البلاد دون أي مقابل، فقط المقابل حماية مناصبهم. هل تنجح مخططات الجزائر وقيس سعيد؟ الجواب بكل اختصار لا، لأن مخطط الجزائر بالنهاية الضغط على أمريكا لكي تتراجع عن دعمها لمغربية الصحراء، وهذا الأمر من المستحيل أن يحدث. وعلى ما يبدو نتحدث الآن عن صفعة كبرى تتلقاها الجزائر بعد أن عرضت تمويلاتها المعادن مجانا على أمريكا، وأمريكا لحدود الساعة لم تبدي أي رغبة بذلك، بل أبدت رغبتها الكاملة بالتعاقد مع المملكة المغربية بشراكة واقعية بما يخص الثروة المعدنية بالإمبراطورية العلوية الشريفة. وبما أننا فتحنا باب الصدمات على مصراعيها، لماذا الجزائر تحاول ارتكاب هذا الفعل؟ من أجل منافسة المغرب على الريادة. من الذي يحاول منافسة المغرب على الريادة غير الجزائر؟ جنوب أفريقيا، لأن عقدة أوماروك باتت تعيشها الجزائر وجنوب أفريقيا. أتعلمون أن جنوب أفريقيا باتت مستمرة بعدائها لوحدتنا الترابية، وعينت سفير جديد لها بالبوليساريو؟ ما نقوله واقع حقيقي وليس نكتة أو مزحة. عينوا سفير لمخيمات القطن والعجاج بخطوة جديدة تؤكد إصرار نظام جنوب أفريقيا على التمسك بالموقف العدائي تجاه المغرب. عينت بريتوريا سفير جديد لها لدى جبهة البوليساريو الذي قدم نسخ من أوراق اعتماده لزعيم الجبهة بومبطوش. يأتي هذا القرار ليعكس مرة أخرى العداء التام من جنوب أفريقيا ضد كل ما هو مغربي، وأيضا سيرورة العداء بين جنوب أفريقيا والجزائر. اللافت أن هذا التصعيد يأتي بوقت بات فيه المجتمع الدولي أكثر اقتناعا بأن الحل الوحيد والواقعي لنزاع الصحراء المفتعل هو الرؤية المغربية تحت مبادرة الحكم الذاتي. إن أصرار جنوب أفريقيا على المضي قدما بهذا النهج
المنحاز والذي ظل يعيق تطوير العلاقات بين الرباط وبريتوريا رغم المبادرات المغربية العديدة لتطبيع العلاقات ومد جسور التعاون بين البلدين، يضعها بتناقض واضح مع الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف على المستوى الدولي، حيث تتزايد الاعترافات بمغربية الصحراء وتواصل الأمم المتحدة سيرورة الملف لإغلاقه. المنتظم الدولي بأكمله بات يعيش رؤية واقعية، ونحن كنا ننتظر من جنوب أفريقيا لكي تستيقظ. عوضا من أن تستيقظ وضع السفير لها. أين السفير سوف يأتي؟ لمخيمات القطن والعجاج. أغرب ما يمكن أن نسمعه. إلى متى جنوب أفريقيا سوف تبقى تعاكسنا وتتكبد خسائر بداخلها؟ رامافوزا عليه أن يلتهي بالبلاد عوضا من هذه الأفعال العدائية. منذ ليلة الأمس أمريكا فرضت عقوبات على جنوب أفريقيا. ترامب أعلن وقف جميع التمويلات الأمريكية على جنوب أفريقيا ودعا المواطنين لهجرتها. أمريكا تدعو الأمريكيين لهجرة جنوب أفريقيا، وما زال رامافوزا يسير بنظرته العدائية ضد المملكة المغربية. البلاد غير مستقرة باتت بجنوب أفريقيا كما يحدث على ما يبدو داخل الجزائر. لماذا جنوب أفريقيا فعلت هذا الفعل؟ إرضاء لنظرتها العدائية وإرضاء لحليفتها المرادية. وعلى ما يبدو هذا ليس غريب إن شاهدنا الأغرب. أموال الغاز والبترول يتم ضخها لأحزاب إسبانية تعادينا. الحديث هنا عن حزب فوكس اليميني الذي دار حالة بالبرلمان الأوروبي بسبب منح المغرب 35 مليون دولار لتمويل برامج التنوع الاجتماعي. نعلم أن هناك علاقة وطيدة بين البرلمان الأوروبي والمملكة المغربية، وبسبب هذه العلاقة الوطيدة هناك عدد كبير من المشاريع والإنجازات تقام بين الطرفين، كان آخرها تمويلات تقدر ب 35 مليون دولار أعطيت للمغرب من قبل البرلمان الأوروبي بما يخص التنمية الاجتماعية. حزب فوكس الإسباني دخل على الخط وقال: لماذا نعطي المغرب هذه الأموال وهو يهددنا بسبتهم للمحتلتين؟ حزب فوكس الإسباني على من يضحك؟ يضحك على نفسه. سبتهم للمحتلتين هم مدن مغربية، اقتصادهم يعود للمغرب. إذن لماذا يحاول إقحام قصة سبتهم للمحتلتين بقصة لماذا البرلمان الأوروبي يدعم المملكة المغربية بقرارات متعددة؟ هذا أولا. ثانيا، كيف ردت إسبانيا على استفزازات حزب فوكس؟ إسبانيا تجاهلت ما يقوله حزب فوكس، وتجاهلت أيضا التعليق على طرد نواب أوروبيين من العيون انتصارا لسيادة المملكة المغربية. أتذكرون الأزمة التي وقعت بها إسبانيا والمملكة المغربية بعد أن استقبلت مشافي إسبانيا بومبطوش؟ اليوم إسبانيا باتت تعد للعشرة قبل أن تقوم بأي حركة ممكن أن تغضب المغرب. على سبيل المثال، التزمت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز الصمت حيال قرار السلطات المغربية بمنع دخول نواب إسبان وأوروبيين إلى مدينة العيون، مثل ترحيلهم فور وصولهم وطردهم للخارج، رغم استفسار أحزاب إسبانية منها حزب باسكي يريد خلق توتر بالعلاقات المغربية الإسبانية، إلا أن الحكومة الإسبانية نأت بنفسها عن ذلك وقالت أن قرار المملكة المغربية هو قرار سيادي. المغرب حر، ندخل من نريد، نطرد من نريد، لا أحد يستطيع أن يملي علينا ما نفعله. وهذا يعتبر قرار مهم من بيدرو سانشيز يحسب له. على فكرة، العلاقات بين المغرب وإسبانيا تعيش بأفضل الأحوال. ليلة الأمس قلنا أن هناك شركات متعددة تتنافس فيما بينها للظفر بمشروع كبير يتحدث عن الهيدروجين الأخضر بالمغرب. المغرب أعطى هذا المشروع لشركتين إسبانيتين، وهذا ما يؤكد مقدار العلاقات المغربية الإسبانية التي من المستحيل أن يأتي أحد ويشوش عليها. مع الإشارة أيضا هناك شركة فرنسية فازت بهذه الصفقة إلى جانب الشركات الإسبانية. وبما أننا انتقلنا لفرنسا من إسبانيا، نقف قليلا عند علاقات الجزائر وباريس، من ثم ننتقل إلى أخبار جميلة، أخبار مفرحة زفتها لنا القوات العسكرية الفرنسية. أولا، الجزائر وباريس.
بين المهلة الفرنسية والتعنت الجزائري. ريتاريو يؤكد لن نسمح بتكرار الهجمات الإرهابية بسبب عدم احترام الجزائر للقوانين الدولية بعد مرور 8 أيام على المهلة التي حددها رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرون للجزائر لاستعادة رعاياها المرحلين، وبعد التهديد بنقض جميع الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتسيير الهجرة، نفذت الجزائر رفضها القاطع لهذا الإنذار، وأعادت 3 من مواطنيها إلى باريس على طائرة نفسها التي وصلوا بها، بخطوة تعكس تمسكها بمواقفها، أي أن الجزائر تريد التصعيد مع فرنسا. بوقت شدد فيه وزير الداخلية الفرنسي على أن تأجيج الخلافات بين البلدين سوف يؤدي لباريس لنقض جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجزائر. المسؤول الحكومي الفرنسي قال عبر موقفه الحازم أن العلاقات التي تشهد كل يوم تصعيد جديد، مشيرا إلى أن الاعتداء الذي وقع بمولوز كانت نتيجة مباشرة لعدم احترام الجزائر للقانون وواجباتها. الجزائر لا تحترم القانون مع فرنسا وتدخل أطراف يفعلون هجمات إرهابية. فرنسا اليوم تقول من يتحمل نتيجة هذه الأفعال المرضية؟ قد يتساءل البعض الآن ما هي الاتفاقيات التي من الممكن أن تراجعها فرنسا مع الجزائر؟ جميع الاتفاقيات، هذا ما قاله وزير الخارجية الفرنسي، من اتفاقيات سياسية، اقتصادية، استثمارية، استراتيجية، دبلوماسية، كل الاتفاقيات سوف يتم مراجعتها ووضع بنود جديدة تلزم الجزائر باحترام القانون. ومن هذه الأزمة التي نتحدث عنها ننتقل إلى أزمة أخرى مفادها قصة اختفاء غامض لفرنسي بالجزائر. هذه القصة ما زالت تثير الجدل لأن هذا الفرنسي يبلغ من العمر 75 عام، والجزائر تجعل نفسها وكأنها لا تعلم أي شيء عنه. فهمتم الآن لماذا الدول الأوروبية تحذر من الذهاب للجزائر للقيام بالسياحة؟ رجل فرنسي، رجل أعمال 75 عام، اختفى بالجزائر، والجزائر تقول نحن لا نعلم عنه شيئا. أين الأمن بالجزائر؟ أين المخابرات؟ أين المراقبة؟ لا وجود لأي شيء، فقط يخرجون على الإعلام ويقولوا هناك مؤامرات تريد استهداف الجزائر، وفقط يحاولون تعليق شماعة فشلهم على المملكة المغربية. وبما أننا ذكرنا المملكة المغربية ننتقل لعلاقات المغرب وفرنسا ونرى آخر التطورات. نعلم أن هناك مناورات تجرى بين المغرب وباريس. اسم هذه المناورات أزعج الجزائر. لماذا أشعلت مناورات شرقي 2025 بين المغرب وفرنسا غضب الجزائر؟ لمناورات بيننا وبين الفرنسيين، ما شأن الجزائر بذلك؟ لماذا الجزائر احتجت وحزنت وتفعلت دبلوماسية البكاء والنواح؟ جاء خبر مناورات العسكرية بين المغرب وفرنسا قرب حدود الجزائر ليصب مزيدا من الزيت على نار الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بأخطر الأزمات، ولم يصدر أي بيان رسمي لا من المغرب ولا من فرنسا بشأن هذه المناورات، أي أن المغرب لم يرد على احتجاج الجزائر وفرنسا هي الأخرى تجاهلت الاحتجاج. ولا تعد هذه المرة الأولى التي تجري فيها مناورات شرقي 25، لكنها المرة الأولى التي تسير حفيظة الجزائر. فهل الأمر يتعلق بتغيير موقف فرنسا من مغربية الصحراء؟ لأننا نعلم أن فرنسا باتت معترفة بمغربية الصحراء، وتواجد الجيش الفرنسي جنبا إلى جنب مع الجيش المغربي بات يزعج على ما يبدو المرادية. لكن لماذا الآن؟ ماكرون منذ بضع سنوات وهو يهين الجزائر، لماذا الآن الجزائر تحتج على المناورات؟ سبق أن أجرى المغرب بمشاركة فرنسا سنة 2022 بمنطقة الرشيدية قرب حدود الجزائر مناورات شرق 22، لكنها لم تسر حفيظة المرادية. فلماذا الغضب الآن؟ يقول محلل دخل على الخط، محلل جزائري يدعى حكيم بوغرارة، قال
أن الغضب الجزائري نابع من تمادي الاستفزازات سواء من المغرب أو من فرنسا، خاصة بعد موجة الاختلافات الجزائرية الفرنسية ولجوء دوائر فرنسية للانتقام من الجزائر باعتراف مزعوم بمخطط الحكم الذاتي لقضية الصحراء. ثم توالى الاعترافات والزيارات من قبل مسؤولين فرنسيين حسب ما قاله محلل جزائري. ويوضح هذا المحلل أن الغضب نابع من تواصل التآمر والاستفزاز، والذي قد يتطور لأكثر إذا لم ترد الجزائر وفقا للأعراف الدبلوماسية. إذا الجزائر تبنت فكرة المؤامرة، هذه الفكرة التي غزتها بعقلها، واليوم يتخوفون من تواجد المغرب وفرنسا قرب الحدود بسبب المؤامرة الكونية التي تفعلها باريس بمشاركة المغرب على الجزائر. نظرية لا يمكن احتوائها بأي شكل كان. أي مؤامرة يتحدثون عنها؟ هل المغرب ليس لديه أي شيء إلا وأن يجلس ويتآمر على الجزائر بمشاركة فرنسا والإمارات؟ لماذا يتم التآمر؟ لا أحد يعلم، حتى الجزائر نفسها لا تعلم لماذا الدول تتآمر عليها وفقا لما تقوله وسائل إعلام جزائرية. الأمر لا يحتاج للكثير من الذكاء، وفق المحلل الجزائري الذي يقول ويلمح إلى الأطماع التوسعية للمغرب، وهي بعض الأراضي التي يدعي ملكيتها رغم ترسيم الحدود والاعتراف بالحدود الموروثة. وفق المحلل الجزائري جلبوا محلل جزائري أظهروه أمام الشعب الجزائري على محطاتهم التلفزيونية. هذا المحلل الجزائري قال أن المغرب لديها أطماع توسعية ويريد اقتطاع أجزاء من أراضي جزائرية. منذ متى والصحراء الشرقية أصبحت جزائرية؟ منذ متى؟ ألا يعلم هذا المحلل الجزائري أن هذه الأراضي اقتطعتها فرنسا؟ لك فرنسا تعترف باقتطاع الأراضي الفرنسية، ويخرج علينا محلل جزائري من أجل أن يعكس الواقع ويغير كل شيء ويطلق الأكاذيب والمغالطات علينا. هم يطلقون الأكاذيب وهم من يصدقوها ويطلبون منا أن نصدق هذه الأكاذيب. باحث مغربي دخل على الخط أشار إلى طبيعة جغرافية المناورات المرتقبة ذات الصلة بالتحديات الأمنية بمنطقة الساحل التي تعج بالمشاكل الأمنية كالإرهاب والتهريب والتجارة المخدرات والإتجار بالبشر، التي يعد جنوب الجزائر أحد أهم محطات تلك الأنشطة غير المشروعة، بحسب ما قاله باحث مغربي رد على محلل جزائري جلبوه ووضعوه على شاشة التلفزيون. المغرب وفرنسا بهذه المناورات أرادوا تفعيل عدد كبير من الاتفاقيات، أولها نشر الأمن والأمان، ثانيها الحد من الهجومات الإرهابية وعدم اللا أمان الذي نراه داخل المرادية وعلى حدودها. زاد على ذلك رسالة أوصلتها فرنسا للجزائر أن الصحراء الشرقية مغربية، والادعاءات التي تقولوها بأن المغرب لديها أطماع توسعية إنما هي أكاذيب من مخيلتكم. عودوا للتاريخ واقرأوا صفحاته، سوف تشاهدون أن الصحراء الشرقية مغربية، فرنسا اقتطعتها وفرنسا تعترف بذلك بوثائق رسمية، وأنتم لا تريدون أن تعترفوا بهذا الأمر. من يحاول اقتطاع مدننا المغربية ويحاول تقسيم صحراءنا ليس بغريب أن يطلق هذه الأكاذيب والإشاعات على أن كون المغرب هو من لديه أطماع توسعية بالأراضي الجزائرية. وسفاهة عندما يحاولون تغطية الشمس بالغربال، لكن كل أفعالهم تذهب سدى، لأنها لن تجد لها أي مستمع على أرض الواقع إلا المنومين مغناطيسيا. من يصدق الإعلام الجزائري الذي يدعي أن كل يوم أربعاء يعتقلون كميات كبيرة من المخدرات تأتي من الحدود المغربية ويعتقلون عدد كبير من المغاربة كل يوم أربعاء؟ إن كانت هذه الأخبار حقيقية فالسلطات الجزائرية اعتقلت كل المغاربة. إن كان كل يوم أربعاء يتم تصدير مخدرات إلى الجزائر ويعتقلون القوافل. بعيدا عن هذه الأخبار المغلوطة التي تروجها الجزائر على أن المغرب لديه أطماع توسعية، المغرب لديه كامل الأحقية باستعادة أراضيه.
بعيدا عن هذا الموضوع دعونا ندخل لموضوع آخر عنوانه الطائرات الإسرائيلية التي انتهكت المجال الجوي الجزائري. لماذا الإعلام الجزائري لحدود الساعة لا يتحدث عن هذه الفضيحة؟ لماذا لم يخرج أي مصدر عسكري بالجزائر ليخبر الجزائريين أن هذه الطائرة اخترقتنا ونحن لم نراها أو تجاهلناها؟ السؤال الذي يطرح الآن: هل الجزائر هي التي فتحت أجواءها للطائرة الإسرائيلية؟ أم أن الطائرة الإسرائيلية اخترقت المجال الجوي الجزائري دون أن تعلم الجزائر؟ محلل دخل على الخط ووصف هذا الشرح بشقيه. نبتدئ بالشق الأول، أن هذه الطائرة دخلت وفق موافقة الجزائر. تابون الذي منذ أيام كان يدعو إلى تطبيع علاقات الجزائر مع إسرائيل بعرض التطبيع المشروط. الرئيس الجزائري هو الذي حاول استمالة ترامب بإيجاد مبررات لحديثه عن تهجير الفلسطينيين، وبالتالي الرئيس الجزائري هو الذي هو من عرض ووافق على تطبيع العلاقات، لكن وضع بعض الشروط من أجل أن يحفظ ما وجهه. يتساءل مراقبون جزائريون عما إذا كان الحديث عن التطبيع الآن رغم تداعياته الداخلية والإقليمية على صورة الجزائر موجها للفت نظر الرئيس الأمريكي، خاصة أن تابون سعى لإظهار أن علاقاته به جيدة. فهل يا ترى الجزائر أغمضت عينيها عن هذه الطائرة الإسرائيلية اللي اخترقت أجواءها، أي أن الجزائر كانت تعلم ذلك لكنها لم تتحدث إرضاء لأمريكا كما كان يفعله تابون منذ بضعة أشهر لكسب ود ترامب؟ ما يصير استغراب الجزائريين من الحديث عن التطبيع هو غياب المبرر السياسي. فلم تطرح أي جهة على الجزائر مسألة التطبيع، لا إسرائيل ولا أمريكا، ولا يوجد وسطاء سعوا لمعرفة موقف الجزائر وشروطها، كما أن مواقفها بمجلس الأمن كانت ملتبسة لدرجة أنها لم تسر غضب إسرائيل ولا اللوبي الداعم لها، ولا اهتمام بها يكاد يكون مفقود. معنى هذا الحديث: الآن يحدث مفاوضات بين السعودية وإسرائيل لتطبيع العلاقات. هذه المفاوضات سمعنا بها بشكل كبير للغاية، لكن هل تحدث مفاوضات بين الجزائر وإسرائيل لتطبيع العلاقات؟ الجواب لا. إذن الجزائر هي التي تعرض التطبيع، وهي التي تقول أننا نطبع لكن بشروط، فقط من أجل كسب ود الرئيس الأمريكي ترامب. إذن النظرية الأولى أن الجزائر أغمضت عينيها والطائرات دخلت وفعلت ما فعلت من مناورات وعدد من الأمور وخرجت الطائرات، لا أحد رأى ولا أحد سمع. الشق الثاني أن الجزائر لم تكن تعلم بالفعل عن اختراق الطائرات الإسرائيلية الأجواء الجزائرية، وهذا ما يزيد الفضيحة فضيحتين. أين القوة الضاربة التي يتحدث عنها تابون، وهي نظام مخابراتي جزائري الأقوى بإفريقيا كما يقولون هم؟ زد على ذلك مجرد الحديث أن الطائرات اخترقت الأجواء الجزائرية والجزائر لم ترد على هذه الطائرات هو فضيحة بحد ذاته لشعارات مع فلسطين ظالمة ومظلومة. لذلك دخلت السلطات الفلسطينية على الخط، ومن أبرز الأسماء محمود عباس الذي سلط الضوء الآن وبشكل فعلي وعلني على دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية، وأشاد أيضا بما فعله جلالة الملك بإخراج الأموال المجمدة وتم توزيعها على الفلسطينيين. جميعنا يعلم ما قصة الأموال المجمدة التي ملكا لفلسطين، جمدت الأموال من طرف إسرائيل، لكن جلالة الملك دخل بوساطة وخرجت هذه الأموال. محمود عباس شكر جلالة الملك وشكر دور المغرب على أنه الموقف الداعم والرئيسي الدائم للقضية الفلسطينية، ولا ننسى أن جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. عندما نرى أن فلسطين تشيد بالمغرب، زد على ذلك تؤكد أن جميع التصريحات التي تأتي من مسؤولين خارج السلطة لا يمثلونها. نتذكر وزير الرياضة الفلسطيني من داخل الجزائر كيف تهجم على المملكة المغربية ووحدتنا الترابية. عندما نستمع الآن للسلطات الفلسطينية تقول أننا لا شأن لنا بتلك الأصوات التي ممكن أن تكوع. ما معنى تكوع؟ أي أن هذه الأصوات بيوم وليلة تكون مع المغرب تصبح مع الجزائر. لماذا؟
ضعيف النفس بسبب أموال الغاز والبترول، لأننا نعلم أن الجزائر تسخر هذا من أجل كسب ود للبوليساريو الانفصالية والحصول على انتصارات وهمية، لأن المملكة المغربية منتصرة على الميدان عسكريا سياسيا دبلوماسيا وبعدد كبير من الأمور المختلفة. فضيحة كارثية التي نتحدث عنها الآن بعد أن اخترقت الطائرة الإسرائيلية الأجواء الجزائرية. هذا إن اخترقتها فعلا ولم تدخل بموافقة الجزائر حتى واغمضوا عينيهم عنها، أي بتلك الحالتين الفضيحة موجودة على مصرعها. ونشاهد الآن كيف أن فلسطين وضعت النقاط على الحروف وسدت الباب أمام الإشاعات التي تأتي من الجزائر، لأن الجزائر تحاول دائما الركوب على موجة القضية الفلسطينية من أجل خلط موضوع البوليساريو بجانب الفلسطيني، مع الإشارة هناك فرق كبير بين القضية الفلسطينية وقضية الصحراء المغربية. ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تجعلون هذه القناة تزدهر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، أن المغرب يا سادة وهيك صنع كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فداء الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.